اللي حاصل الأيام اللي فاتت دي خلى كل العالم يفتح عينه. إسرائيل ضربت مواقع مهمة في إيران زي مفاعلات نووية وقتلت قادة كبار. الضربة دي كانت منظمة وهدفها واضح، لكن إيران ما سكتتش، ردت بضربة ضخمة بأكتر من 100 طيارة مسيرة. وصفت الهجوم ده على إنه إعلان حرب. الوضع ساخن جدا دلوقتي، وفي تحذيرات من إن المواجهة دي تكبر وتبقى حرب شاملة. الصحف العالمية كلها بتقول إحنا دخلنا مرحلة جديدة من التصعيد، حرب مكشوفة مش مخابراتية. النتائج ممكن تكون كبيرة حتى على الاقتصاد العالمي. طب الناس بتسأل، هي دي بروفة الحرب عالمية؟ جاوبوني في التعليقات. المهم إننا نتابع ونفهم، لأن الحرب لو وسعت مش هتقف عند حدود إيران وإسرائيل بس. وفي النهاية عايزين نقول إن إحنا مش بس تابعنا تطورات غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط، لا، كمان قدرنا نبص على بؤر التوتر العالمية وأثارها اللي بيتعدى على الحدود. اللي بنشاهده مش نزاع محلي، دي شرارة ممكن تفجر الأوضاع عالميا، والحد منها مسؤوليتنا كلنا. إحنا مش بس بنتابع اللي بيحصل بين إيران وإسرائيل، إحنا متابعين التطورات لحظة بلحظة، وعارفين إن أي حاجة بتحصل حوالينا ممكن تأثر علينا كلنا. فتابعنا علشان توصل لك الصورة كاملة. وفي الوقت الصعب ده لازم نكون كلنا ايد واحدة حوالين رئيسنا وجيشنا وبلدنا مصر. مصر محتاجة ولادها واقفين صف واحد مستعدين لأي تهديد أو تعدي. مفيش أغلى من ترابها ومفيش أمان غير في حضنها. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها ويبعد عنها كل شر. اللهم آمين يا رب العالمين.